كان يا ما كان فيه عصفور صغير اسمه زقزوق، عايش في عش فوق شجرة جوا الجنينة الكبيرة. زقزوق كان بيحب يلعب ويغني طول النهار، وكان صوته حلو جدا. في يوم وهو بيطير ويلف، سمع صوت عصفورة بتعيط. قرب منها وسألها: مالك يا عصفورة؟ ليه زعلانة؟ ردت العصفورة وقالت: أنا اسمي صفصافة، وعشي وقع من فوق الشجرة والبيض بتاعي اتكسر وجه باكل. زقزوق أتضايق جدا وقال: ما تزعليش يا صفصافة، أنا هساعدك. راح جاب عيدان صغيرة وورق شجر، وبنى لها عش جديد بنفسه، وكل شوية كان يزقزق بصوته الجميل علش أن يفرحها. العصفورة صفصافة ابتسمت وقالت له: شكرا يا زقزوق، أنت عصفور طيب وشجاع. ومن يومها بقوا أصحاب، وكل يوم بيغنوا سوا ويضحكوا. وبقي زقزوق يساعد كل الطيور اللي محتاجة. نتعلم إيه من الحدوتة دي أولاد؟ اللي يساعد غيره ربنا يساعده. الطيبة بتخلي الدنيا أحلى. كلنا نقدر نفرح بعض بكلمة حلوة أو عمل بسيط. توته توته، خلصت الحدوتة إلى لأيك واشتركي أحلوين عشان توصلنا كل يوم حدوته. استنونا كل يوم الساعة 8 صباحا عشان نسمع الحدوتة.